ازيكم عاملين ايه؟ والفيديو بتاعنا النهارده هنتكلم فيه عن حاجه جديده من الحاجات اللي متقدمه شركه ريجي على التطبيق بتاعها، بيسهل علينا قوي التعرف على المنتجات الخاصه بالشركه، وازاي كمان نقدر نعمل مقارنه ما بينها وما بين المنتجات التانية اللي موجوده في الماركت او في السوق. طيب المره اللي فاتت احنا استعرضنا مع بعض التطبيق، فخلوني كده اسجل معاكم او افتح معاكم التطبيق الخاص بشركه ريجي. المرة اللي فاتت احنا بدأنا بالتاب او الجزء الخاص بالمنتج او التعرف على المنتجات الخاصة بالشركة، وازاي نقدر نتعرف على كل منتج من المنتجات، وازاي كمان نعمل مقارنة ما بين كل منتج والتاني. طيب لو انا عايزة دلوقتي اعمل مقارنة ما بين ريجي برودكت او ريي برودكت وما بين المنتجات التانية اللي موجودة في الأذر مع الأذر كومباتيتورز، ممكن نعمل ايه؟ تمام؟ او هاتوها عشان انا لسه بصراحة مخلصتهاش. المهم خلونا بقى نفتح التطبيق دلوقتي زي ما انا فتحاه كده، وندخل على السيل فورس تاب دي كده اللي انا داخله عليها. زي ما احنا شايفين بيجيب لي طبعا فوق بيجيب لي بعض البوسترز او الفلايرز الجديده اللي بتطلع على طول بشكل اوتوماتيك من شركه ريجي. الشباب بتوع الماركتنج يقدروا يحملوها مباشره ويعملوا بيها كامبينز او بوستس مثلا على الفيسبوك او حاجه زي كده. anyway تعالوا بقى ندخل على احنا كده على السيل فورس تاب. تعالوا ندخل على الوايرلس كاتيجوري مثلا، نختار من الوايرلس الاندور او الاكسس بوينت الداخليه. كويس جدا. طبعا فوق زي ما احنا شايفين كده جايب لي فلتر، ممكن اختار الاكسس بوينت اللي بتشتغل على التكنولوجي بتاعت الواي فاي 5، تكنولوجي الواي فاي 6، او ايفن حتى الواي فاي 7. طيب بعد كده بيجيب لي كام عدد الاكسس بوينتس الاندور في ريي SMB level of projects، وكام عدد الاكسس بوينتس بتاعتي المتاحه هنا على التطبيق من ريجي. تمام. ايه اللي قدامنا؟ لو بصينا كده على اول موديل من الموديلات الخاصه بالاكسس بوينت الاندور، السيلينج ماونت بتاعتنا ال 2200 اي، قدامها ايه من يوبيكيوتي، قدامها ايه موديلات او موديل اكسس بوينت من اروبا، وقدامها ايه من تي بي لينك. طيب حلو قوي، انا كده معايا الموديل نمبر وايه اللي قدامه من 3 براندات مختلفه. ينفع باشمهندسه نطلع مقارنه كامله بالمواصفات ويبقى ونقدر نشيرها او نقدر نتعرف فيها ايه اللي موجود هنا مش موجود هنا، ايه اللي بتقدمه ريجي او ري مختلف عنهم؟ وبمنتهى البساطه حضرتك مش عليك تعمل اي حاجه غير انك تضغط على موديل الاكسس بوينت اللي انت عايز تعمل عليه مقارنه بالمنظر ده كده. زي ما احنا شايفين هيطلع لي مقارنه كامله ما بين الثلاث موديلات. من ريي الموديل نمبر هيبدا بالبروتوكول التكنولوجي اللي شغال عليها الاكسس بوينت ايه، عدد البورتس اللي موجوده على الاكسس بوينت، بتسبورت بتدعم اللير 3 رومينج ولا لا، تشتغل كلاود مانج ولا لا، وبيقارن ببعض السبيكس ما بين ريي يوبيكيوتي اروبا وتي بي لينك على الموديل ده. طبعا لو رحنا على السويتشات فاكيد هيجيب لنا براندات مختلفه. خلونا كده نجرب برضو على السويتشات الام بي اس سيريز بتاعتنا في ريي، اللاير 2 واللاير 2 بلس سيريز من السويتشات بتاعتنا في ريي. هيجيب لنا كده على الشمال زي ما احنا شايفين السويتشات بتاعتنا كلها اهي موجوده في منتهى يعني عظيم يا جماعه بصراحه. جايب لنا الموديلات الخاصه بالسويتشات، جايب جنبها ايه بقى المقابل ليها في اروبا في تي بي لينك وفي سيسكو. المقارنه دي بتطلع لي في شكل صوره اقدر احملها على موبايلي من هنا، تمام، او اقدر اعمل لها شير بالشكل ده كده، ابعتها على بالشكل ده كده، اقدر ابعتها على اي تطبيق من التطبيقات الواتشات الواتساب التويتر الفيسبوك او whatever. تمام. طيب نكلوز ده. يبقى احنا كده عندنا اول جزئين في التطبيق اللي موجود في ايدينا، اقدر اعمل عليه اتعرف على المنتجات، اقارن ما بينها، واقدر اقارن ما بينها وما بين اللي موجود في الماركت. ده كان فيديو النهارده. لو عندكم اي تعليقات ما تنسوش تسيبوها لي في الكومنتات اسفل الفيديو، وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.